في بعض الأوقات الحيوانات بتخرج عن طبيعتها الهادية وبتتصرف تصرفات غريبة، ممكن تقتحم بيوت أو تتصرف بشكل غير متوقع مع البشر. مش دايما بيكون الهجوم بدافع العدوان، ساعات بيكون بسبب خوف أو جوع أو حتى فضول. في الفيديو ده هنتفرج سوا على مواقف غريبة الحيوانات قررت تقرب من البشر أكتر من اللازم، وهنشوف رد فعل الناس كان عامل إزاي. يلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناة على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. تخيل تبقى راجع بيتك في أمان الله وتلاقي تعبان زي ده مستنيك فوق الباب. بصراحة أنا لو مكان الراجل ده كنت مت من الخضة. البقرتين دول دخلوا محل في كولومبيا، قلبوا الدنيا ووقعوا كل حاجة حرفيا، والغريب انهم كانوا واخدين راحتهم على الآخر. التمساح ده أرعب السكان في أحد أحياء فلوريدا، لكن واحد من السكان الشجعان قدر يسيطر على الموقف. ومن ساعتها الراجل ده ما نامش في الجنينة تاني. القطيع ده شكله عامل مظاهرة. А ну снимай, Димон. Так, погоня продолжается. Там столько вкусного. الكلب ده يستحق لقب أشجع كلب في العالم. عيلة كاملة من الدببة القطبية في محاولة فاشلة لدخول البيت. عيلة أسود في ماونتانا كان باين عليهم قوي إن عاجبهم البيت، عشان كده كانوا بيجوا كل شوية يعينوا البيت أكنهم هيشتروه. أهو الدب ده بيمثلنا كلنا، صحي الصبح يدور على أكل عيشه. لو انت سايق العربية وماشي اعتقد هتحب تشوف المنظر ده جدا، بس ابقى خلي بالك ورجلك على البنزين. اهدوا يا شباب، الموضوع مش محتاج ده كله. كل يوم بيصحوا يلاقوا المطبخ متبهدل، فقرروا يركبوا كاميرا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. القرود في تايلاند بتعتمد على الأكل من السياح، بس في 2021 ما كانش فيه سياح كفاية، فقامت خناقات شوارع محترمة بين عصابتين قرود على الأكل، وكل ده قدام سواقين واقفين مش مصدقين اللي بيحصل.
مين هيشوف فيل بالحجم ده جاي عليه وهيقف في مكانه؟ اللهم صل على النبي، الفيل في حجم الأتوبيس حرفيا. صعب تتخيل المنظر ده من جوه شكله عامل ازاي. عادة انا بلوم اللي بينسى يشد فرامل اليد، لكن اللي نسي عربيته مفتوحة ده اعمل معاه ايه؟ مش قادر الومه صراحة. الراجل راكن عربيته قدام بيته. Батя, ты куда пошел, эй? Отец, блядь! Уйди! الراجل اتخض خضة مش هينساها طول عمره. Отец, ёпта! Хуя себе, блядь! الناس دي عندهم الفيلة زي الكلاب البلدي عندنا كده. كلمني عن إحساسك. وفي أسد جبلي بياخد جولة جوه بيتك، والمصيبة إن أنت معاه جوه البيت كمان. بقى أنا الفار بيعمل لي رعب، أقوم ألاقي جودزيلا بنفسها. يا حلاوة. تجميعات الطيور دي في الشتاء عادي جدا في أمريكا، بس الصرب اللي نزل في الباركنج ده فاجئ الناس وفزعهم كمان. طب الفيل وعديناها، إنما وحيد القرن لا، تقلق دي. بعد موسم الأمطار في الهند الشوارع اتملت تماسيح. آلاف التماسيح نزلت تتمشى وسط البيوت، بس الجميل إن الأهالي اتجمعت عشان تساعد واحد فيهم وترجعه بيته بأمان. طب التمساح مقدور عليه، إنما الوحش ده يتعمل معاه إيه؟ حي كامل في ساو باولو اتحول لفيلم رعب لمجرد إن نمر بري فكر ياخد جولة وسط البيوت. الموقف ده حصل معايا، بس التاني كان كلب بلدي، انما الوحش ده معرفش ظروفه ايه. G'day, Rui. Rui wants a midnight snack. How you going, boy? You want a midnight snack? No? No? Okay. Bye. بيقولوا بقالهم كتير قوي في الوضع ده. أنا فكرته في الأول قرموط سمك، بس طلع تمساح في الآخر. الدببة ما عندهاش كتالوج في اقتحام الأماكن، هي بتدخل أي مكان يعجبها حرفياً.
طبيعي جدا يحصل كوارث لما فيل بحجم تريلا يمشي بين البيوت. الموضوع مرعب اكتر بكتير من الحقيقة. عادي جدا، اعتبرها قطة معدية ولا يهمك. وانا اقول ورق التويلت بيخلص بسرعة ليه؟ الحمد لله ان محدش قلق من نومه وخرج يشم هوا في الوقت ده. الله، هو بقى وشك؟ مش كان قطة سيامي ولا انا متهيألي؟ No, because he's gonna freak out. We used to have a kangaroo and he did exactly this and killed himself. يا لهوي على الرعب يا جدعان، احنا مش حاسين بخطورة الموقف من ورا الشاشة، ومع ذلك ركبي بتخبط في بعضها. الراجل اللي ماشي بعيد ده حرفيا انكتب له عمر جديد. Ray, back up, dude. What the? انت تمساح جدع على فكرة. What? 90% من القرود دول او حتى 100% بيعتمدوا بشكل كامل على اكل السياح. حاليا انا معرفتش حجمها الحقيقي غير جنب العربية. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.